السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معنا على قناه شهيوات نعيمه المعشيه. اليوم ان شاء الله غنقدموا لكم طريقه تحضير كيك بالمكسرات اللي تيجي قطني ورطب بزاف وتيجي لذيذ بزاف في المذاق، وطريقه التحضير ديالو سهله بزاف. بقاو معنا باش نشوفوا المكونات وطريقه التحضير. بالنسبه للمكونات اللي غنحتاجو باش نحضروا الكيك ديالنا، عندنا 2 العلب من الياغورت، وعندنا 120 غرام من النشا، و3 البيضات، وعندنا 150 غرام من السكر البني، واللي ما متوفرش عنده يمكن ليه يعوضو بالسكر العادي، وعندنا 60 غرام خلطه ما بين النوازيت واللوز يكون محمر شويه، واللي بغى يعمل غير واحد فيهم يمكن ليه، وعندنا 90 مليلتر او كاس لاروب من زيت المائده، وعندنا عصير حامضه، و300 غرام من الدقيق، وعندنا 60 غرام من البيبيت شوكولا. وحنا خلطنا هاد النوع وهاد النوع، واللي بغى يعمل غير نوع واحد يمكن ليه، وعندنا تفاحه من حجم كبير، وكيس من سكر فاني، وعندنا 3 الاكياس من الخميرات الحلويات. وبقاو معنا باش نشوفوا طريقه التحضير. اول حاجه غنضيفوا عصير حامضه على التفاح وغنخلطوهم ونخليو الخليط ديالنا جنب. بالنسبه للنوازيت واللوز تنهرمشوهم وتنخليوهم جنب حتى هما. باش نحضروا الكيك ديالنا غناخدو اناء وغنعملو فيه البيض، وغنضيفو عليه سكر سنيده، وغنضيفو رشه من الملح، وغنخدموا الخليط ديالنا بالباتر. من بعد ما خدمنا الخليط ديالنا مزيان، دابا غنضيفوا الياغورت وغنزيدو نخدموه، ودابا غنضيفوا الزيت، وغنضيفوا كيس من سكر فاني نسيناه، كان خاصنا نضيفوه في الاول مع السكر البني، وغنضيفوا الدقيق دفعه وحده، وغنضيفوا النشا. من بعد ما نضيفوا النواشف تنخلطوا الخليط ديالنا بلا ما نشعلوا الباتور على هذا الشكل باش ما يطرش لينا الدقيق، ومنين نخلطوهم مزيان عاد نشعلوا الباتور. من بعد تنجمعوا الجوانب على هذا الشكل، وغنضيفوا خميره الحلويات، وغنزيدوا نخدموا الخليط ديالنا. من بعد ما خدمنا الخليط ديالنا، دابا غنضيفوا التفاح بالعصير ديالو، وغنضيفوا البيبيت شوكولا، وغنضيفوا المكسرات، وغنخلطوا الخليط ديالنا غير بلا سباتول على هذا الشكل. ودابا غنفرغوا الخليط ديالنا في مول مستطيل على هذا الشكل، الحجم ديالو 27 على 11 سنتيم، يكون مدهون بالزبده ومرشوش بالدقيق. ودابا غنزينوا الوجه ديال الكيك ديالنا بالبيبيت شوكولا وبالمكسرات. ودابا غندخلوا الكيك ديالنا للفرن ديال الغاز يكون بارد حتى ندخلوه عاد نشعلوا عليه الفرن. بالنسبه اللي عنده الفرن الكهربائي راه غيعرف قياس ديال الفرن ديالو، ونتلاقاو من بعد. ها هو الكيك ديالنا من بعد ما طاب. ها هو الشكل النهائي ديال الكيك بالمكسرات ديالنا، تيجي على هذا الشكل، تيجي لذيذ بزاف في المذاق ما تشبعوش منه. تنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وبالصحه والراحه وبسلامه.